ناس كتير مننا سمعوا عن قصص الرعب والجن، وفي كمان اللي حصل معاه الاحداث دي، ولكن النهارده انا جاي احكي لكم عن قصه حصلت فعلا وتم توثيقها بفيلم. حتى الاشخاص اللي في الفيلم ده اسمائهم زي الاسماء الحقيقيه اللي حصل معاهم كده. فتعالوا كده نحكي القصه مع بعض، وحضر قهوتك واسترخي ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا كتير منكم سمع فيلم ذا كونجيرنينج، وفي منكم اللي ما سمعهوش، ولكن الغريب ان قصه الفيلم ده حصلت فعلا سنه 1980. بدات كل حاجه عن القصه دي. كان في ولد صغير ساعتها اسمه ديفيد ساعتها كان عنده 15 سنه، وكان رايح مع اخته اللي هي ديبي وخطيبها ايرني لبيت خطيبها الجديد. ديفيد ساعتها كان رايح يساعد اخته وخطيبها في تنظيف البيت الجديد بتاع اهل ايرني، لان عيله ايرني ساعتها كانت هتنقل للبيت الجديد ده. ودلوقتي احنا معانا في القصه 3 شخصيات، ديفيد واخته ديبي وخطيبها ايرني. كل حاجه ساعتها كانت ماشيه طبيعي وزي الفل، لحد ما ديفيد الطفل الصغير بدا يلعب في البيت ويطلع كل حاجه من مكانها. بدا ساعتها ديفيد الصغير يجري على اخته وخطيبها ويقول لهم انا شفت راجل عجوز جوه البيت وشكله مخيف جدا. طبعا اخته وخطيبها ساعتها ما صدقوش كلام ديفيد، قالوا ده لسه صغير ويمكن بيعمل كده علشان يهرب من التنظيف. بس ديفيد كمل ساعتها وقال لهم انه كان لابس قميص مقطع وجلده كله اسود. ديفيد برضه قال ساعتها ان الراجل المخيف ده قال له ان هو هينتقم من اي حد يسكن البيت ده. ايرن واخت ديفيد ساعتها تجاهلوا كلامه تماما وكملوا تنظيف عادي. وفعلا عيله ايرن ساعتها نقلوا للبيت الجديد بالرغم من كل الكلام اللي قاله ديفيد. بعدها ديفيد الصغير كان كل شويه يقوم من النوم ويصرخ. كانوا ساعتها بيسالوه يقول لهم شفت الراجل المخيف ده تاني. ديفيد ما كانش بتحصل له الحاجات دي في بيتهم غير بعد ما شاف الراجل العجوز ده. ديفيد كمان قال لهم انه بيشوفوا على هيئه شيطان، عينه سودة واسنانه شكلها وحش ويهددوا بالقتل. كل مره كانت حاله ديفيد بتبقى للأسوأ، فيظهر جروح على جسمه وكان بيتكلم بصوت غريب. محدش من العيله ساعتها كان فاهم اي حاجه ولا عارفين ايه اللي بيحصل لديفيد. ساعتها اخدوا ديفيد للدكتور، والدكتور ساعتها قال لهم ديفيد ما فيهوش اي حاجه. العيله احتارت ساعتها طب نعمل ايه؟ جابوا ساعتها كاهن من الكنيسه علشان يبارك البيت، ولكن الامور بقت للأسوأ. وديفيد كان بيشوف الحاجات دي بالنهار بدل ما كان بيشوفها بالليل بس. بعد 12 يوم من تعب ديفيد بدأت العيلة كلها يحصل معاها حاجات غريبة. بدأ ساعتها أي حاجة في البيت تتحرك من مكانها وتتكسر. كمان ساعتها ديبي أخت ديفيد كانت بتتعرض للهجوم من حاجات هي أصلا مش شايفاها. طبعا ساعتها راحوا لكاهن الكنيسة وحكوا له عن الحاجات اللي بتحصل معاهم تاني. ساعتها بقى كاهن الكنيسة اتصل بالعلماء الخوارق اللي هم إد ولورين وإيرين، وكل ده علشان يساعدوهم. أول مقابلة للعلماء الخوارق مع العيلة قالت لورين إنها بتشوف حاجات غريبة جنب ديفيد، حاجات سودة كده هي مش فاهمة هي إيه. قالت ساعتها إن الحاجات السودة اللي بتظهر جنب ديفيد هي جن أو شياطين. ديفيد كمان كان بيتكلم بصوت غريب ساعتها وكان بيقول كلام من الكتاب المقدس بتاعهم. ساعتها العلماء برضه وهم بيعالجوا ديفيد بدأت حاجات غريبة تتحرك في البيت. في الآخر مفيش أي عملية محاولة لطرد الأرواح نجحت. ومن خلال معالجة العلماء لديفيد قالوا ان ديفيد فيه حوالي 43 جن. تخيل كده ان طفل عمره ما اتجوزش ال10 سنين او ال12 سنة يبقى جواه 43 جن. في يوم من الايام اثناء جلسة معالجة ديفيد صرخ ايرن خطيب ديفيد وقال لهم انا مش خايف منكم وهقتلكم واحد ورا التاني. هو ايرن طبعا يقصد الشياطين اللي لابسه ديفيد الصغير. ومع الوقت حالة ديفيد بدأت تتحسن، بس ايرن بدأ حياته تتدمر شوية بشوية. وفي يوم من الايام كده ايرن عمل حادث ودخلت عربيته في الشجرة، بس خرج من الحادث بجروح بسيطة يعني. ايرن قال ساعتها ان الشيطان او الجن هو سبب الحادث اللي عملها. بعدها العيلة تعبت من كل الأحداث المخيفة دي، قرروا إنهم يتنقلوا من البيت ده. وفعلا ساعتها راحوا البيت تاني، وكان صاحبه اسمه بونو. احفظوا اسم بونو ده كويس لأنه جاي في الأحداث الجاية. بونو ساعتها كان معاه بيت كامل بيربي فيه كلاب وكان بيهتم بيهم. بعدها بونو عين ديبي اللي هي أخت ديفيد مربية كلاب عنده. وفي 16 فبراير سنة 1981 إيرني ساعتها ما راحش الشغل بسبب إنه كان تعبان شوية، بس ساعتها راح رحلة أو فسحة يعني مع خطيبته ديبي. وساعتها برضه في الرحلة دي جو معاه البنات اللي هم أخت ديبي، بس ساعتها برضه ديفيد ما راحش معاهم لأنه كان لسه تعبان شوية وفي حاجات مش طبيعيه. راح ساعتها الرحله دي وراح معاهم بونو اللي هو صاحب البيت اللي اجره لهم. بدا ساعتها ديبي واخواتها يشربوا خمره وايرن كمان شرب معاهم. وبونو صاحب البيت هو اكتر واحد شرب خمره ساعتها. بونو ساعتها من كتر شرب الخمره ما كانش شايف اي حاجه قدامه، وكان ساعتها بيعامل اخوات ديبي اللي هم البنات باسلوب مش كويس. ديبي ساعتها اتكلمت مع ايرني علشان يبعد بونو عن اختها، بس برضه ساعتها ما كانش فيه فايده لان بونو ساعتها كان شارب كتير خمره. بعدها ايرني قعد يجري على بونو ويصرخ زي الحيوانات، وكان معاه سكين وقتل ساعتها بونو. طبعا بونو صاحب البيت مات بعدها. فضل ايرني يمشي في الغابه وهو مش طبيعي. ايرني ساعتها كان باصص قدامه على طول كأن في حاجه مسيطره عليه. بعدها الشرطه قبضت على ايرني على بعد ميلين من مكان الجريمه، وكان باين عليه انه مصدوم ومش طبيعي. ايرني بعد ما فاق ساعتها قال انه مش فاكر اي حاجه ولا شاف هو عمل ايه وقت الجريمه. العيله كلها والعلماء ساعتها حاولوا يطلعوه وقالوا ان الجن والشيطان
هو اللي مسيطر عليه، وان الممسوس من الشيطان او الجن مش بيعرف هو بيعمل ايه. بس القاضي ساعتها رفض يخرج وقال ده تخريف ومفيش دليل علمي للكلام ده. وفي يوم 24 نوفمبر سنة 1981 تم الحكم على إيرني ب20 سنة سجن. أخد ساعتها إيرني من ال20 سنة دي 5 سنين بس، بسبب إنهم اكتشفوا بعدها إن هو فعلا ما كانش مسيطر على نفسه. ورغم إن العيلة ساعتها سابت البيت، ولكن الجن أو الشيطان ده فضل مراقب العيلة وكان عايز يدمر حياتهم. ودي كانت أول قضية في التاريخ يتم إدانة الشيطان فيها. والفيلم ساعتها كان مشهور بجملة الشيطان جعلني أفعل هذا. لو عجبتكم القصة دي ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات وتشتركوا في القناة. السلام عليكم.